اليوم وياكم بتجربة من قلب ستوكهولم، بس بروح عراقية 100%. احنا هسه بمطعم إيراكي هاوس، المكان اللي جاب حضارة العراق، النكهة، الأجواء ونصبها بنص السويد. اليوم راح أجرب الباتشا للمرة الثانية بحياتي. يمكن هي أكلة تراث، يمكن صعبة على بعض الناس، بس نكهتها تحمل تاريخ وروائح بيوتنا القديمة ودفء الصبح العراقي. فشدوا لي عزيمتكم، لأن راح نعيش سفرة غريبة شوية بين شوارع ستوكهولم الباردة، وبين دخان القدر العراقي الحار، بين حضارة عمرها آلاف السنين، وبين تجربة تدخل جديد للسويد. وسمعت الشخص اللي يسوي الباتشا والكباب عنده خبرة أكثر من 50 سنة بهذا المجال. وهذا الكباب العراقي الأصيل، وساني هنا يم كاكا فخر الدين. مرحبا كاكا فخر الدين. مرحبا حبيبي، الله بالخير. الله بالخير والعافيه. طبعا هنا واي عالم تقول انه الكباب مالتكم احسن كباب بستوكهولم، فاني اريد اعرف انه انت صار لك جيد عندك خبره بمجال الكباب. والله خبرة مالتي أنا عبر عن جد عندي كباب. حلو. أنا تقريبا أنا عندي 45 50 سنة أشتغل بالمطعم بالكباب. ما شاء الله، يعني 45 سنه 50 سنه تشتغل بمجال الكباب، يعني طلع احسن كباب بستوكهولم. انا اريد اسالك، الناس اللي تجي هنا تاكل كباب يمكم شنو رايها بالكباب؟ هو عالم يحكم، احنا ما نقدر نقول له احنا كباب نزيد، عالم هو ياكله هو يقرر. والله عاشت ايدك. اليوم انا راح اجرب الكباب مالتكم هنا وراح انطر رايي بالكباب. فخلي نشوف هل الخبرة راح تلعب دور كبير وتخلي الطعم بالسويد مال الكباب والباتشا يشبه الطعم اللي موجود بالعراق. هسه هنا ويا كاكا فخر الدين، هو من احسن الناس اللي يسوون كباب هنا بستوكهولم، فراح نجرب هنا الكباب يبهم وراح نشوف هل فعلا مثل ما يقولون الناس لو لا. طبعا هنا دخلت انا اليوم للمطبخ مالتهم، وبصراحه نظيف، يعني نظافه بكل مكان ومعتنين بكل التفاصيل. والله انا يعني ما كنت متفق وياهم انه اجي اصور هيك على غفله اجيتهم. بعد ما سمعت انه كاكا فخر الدين عنده خبره اكثر من 50 سنه بهذا المجال، فقررت انه اجرب الكباب يمهم والباتشا العراقيه. طبعا هاي الاكله يحتاج لها واحد يسلفن ارداناتها مثل ما نقول احنا بالعراقي. اليوم اني يم العراقي هاوس مسوين اكله جديده، هي الباتشا. راح يبلشون بها يسووها بالجمعه والسبت والاحد، واليوم جاي اجربها وانطيكم رايي بها. وزايدا الكباب هنا عندهم الكباب كاكا فخر الدين يسويه هنا يمهم، عنده خبره اكثر من 50 سنه 45 سنه بمجال الكباب. فتخيلوا الكباب وش يطلع. والحلو انه هو اول مطعم كباب يفتحه بالسويد، يعني كباب عراق هو كاكا فخر الدين. فاليوم قبل لا اجرب الباتشا اريد اجرب الكباب على مود ما يروح الطعم. طبعا يقدمونه هنا ويا الخبز العراقي. شوف حرفيا الكباب يذوب. الطماطة انا احبها مشويه شويه زايده، شويه مستويه زايد، ونخلي عليها شويه بصل وخضره. تبغولي على التفاصيل. ما شاء الله كلش طيب. وما يحلى الكباب الا ويا لبن مال اربيل. هذا بس وحده قصه هذا اللبن. ما شاء الله. طبعا واحد من احسن المطاعم اللي اكلتها وجربت الكباب عندها هو انا مهتمين بهواية تفاصيل بصراحة. دخلت للمطبخ وشفت النظافة، يعني اليوم والله أنا لما خطط وياهم أنه أجي أصور حلقة لليوتيوب
بس صارت عندي جايه لهنا، فقلت اجي للمطعم هنا عمر همين اجرب الاكل مالتهم، وهمين اسوي حلقه على مود الناس تستفاد من عندها. فجيت هنا حكيت ويا هنا الموظفه اللي تشتغل على الكاسه وعلى الصاله، فقلت لها اريد عادي اقدر اصور جو المطبخ شويه، يعني اشوف تفاصيل وهاي. دخلت والله المطعم كلش نظيف، وتفاجأت انه هذا الشخص اللي يسوي كباب عنده خبره اكثر من 45 الى 50 سنه في مجال الكباب. اول مطعم كباب عراقي ينفتح هنا بالسويد هو اللي مسويه، هو اللي فاتحه. ف يعني تتخيلون الكباب شلون راح يطلع. هسه هنا نجي للعمليه الصعبه، الباكه. طبعا الباكه على مود اكون صريح وياكم، الباكه هاي ثاني مره اكلها هنا بالسويد، ثاني مره. فاليوم راح اجربها واعطيكم رايي. واحده من الشغلات اللي انا احبها اللسان. المره اللي فاتت اكلتها كانت كلش طيبه، بس مو هنا بهذا المكان. فهسه راح نجربها، او اول ما نبدي باللسان. تحسه مهروس هرس يعني. الباكه العراقيه سووها بطريقه بصراحه مختلفه. تحس اللحم ذايب يتفركث. ناخذ بصل. طبعا الخبز هم هنا يسووه، عندهم تنور والخبز يجيك حار. تاخذ لك هيجي لحمايه مع الراس ويسوي تعصر عليها ليمون. تطلع لك لقمه مرتبه وراها الى المعده، قويه قويه قويه. هم شنو هنا اللبن باكه كباب، يعني تتخيل بس يحتاج لك بعد فندق بصف المطعم على مود تلف راسك وتنام. اكل طيب 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 بشكل مو طبيعي. اللبن ما هي شبع من عنده. ناخذ لنا لقمه ثانيه، وهذا تخيل هاي الصينيه كلها مع نفر واحد. شلون ما حد يقدر يكملها واحده ما اعرف. لازم البصل هو عنصر اساسي. ذايبه. هاي تنطبخ لفتره كلش طويله بحيث تذوب. والشغله الاساسيه اللي انا بصراحه كلش حساس تجاه الباكه، فتره طويله كلش ما اكلها بسبب مشكله الزفر. طبعا هوايه عالم يسووها بس طيبه، بس تجيك زفر بيها. هاي الباكه بصراحه ذره زفر ما بيها، ما تحس انه انت جاي تاكل باكه وزفر. وهاي ما اعرف مسويها بطريقه بصراحه كلش طيبه. وبصراحه كرم من عندهم انهم مسوين هاي الصينيه كلها نفر واحد. بصراحه ما اعرف من يقدر يكمل هاي الصينيه واحده، لانه شويه الباكه دسمه، فمال الشخص يكملها واحده، خصوصا وياها خبز والسوق مال الباكه هم يعني وياها لحم بصل وليمون. يا بالسويد هنا اقول لكم اياها وبكل صراحه، الاكل مال المطاعم هنا بالسويد ينافسون حتى المطاعم اللي هناك بالعراق. مع العلم البهارات وهاي السوالف كلها موجوده هناك بالعراق متوفره ومتاحه، لكن المطاعم هنا تنافس الاكل اللي بالعراق. لانه هو تخيل 45 سنه الى 50 سنه عنده خبره هنا، يشتغل هنا بهذا المطعم. البهارات كلها تجي من العراق، شيء مرتب وحلو. يا اخي ليش ما يطلع اكلات طيبه من العراق؟ يطلع. كتبوا لنا بالتعليقات اذا مجربين الباكر ولا لا. اكو عالم هوايه ما يقدرون يدنون يم الباكر، بس بصراحه اكله كلش طيبه، اكله دسمه. يعني اغلبيه الناس ياكلوها من الصبح،
ليش؟ لانه الباكه هي بيئتين هوايه مال الراس، فلما واحد ياكلها يحتاج لفتره طويله على ما تتصرف هاي الاكله، فلذلك اغلبيه العالم يروحون ياكلوها من الصبح. يعني اكله مفضله من الصبح على مو شنو، على مود واحد عنده يوم كامل تتصرف هاي الاكله. او واحد ياكلها ويلف راسه وينام لانه شويه ثقيله. يعني فعلا لما واحد يكون عنده خبره كلش طويله بمجال الاكل يبدع بالاكل، خصوصا لما يكون الشخص حاب هاي المهنه. فبصراحه انا اعنيهم على هيك طعم بالسويد بستوكهولم، يطلعوا لك هيك طعم نفس طعم الاكل اللي موجود بالعراق. فهذا بصراحه شيء يعني كل المطاعم تقدر تسويه. وانا جاي اختار لكم هاي السلسله مع المطاعم، جاي اختار احسن المطاعم اللي موجوده بستوكهولم، انه العالم اللي تحكي عليها كلام حلو، يقولون هذا المطعم مطعم زين اروح اجربه. وبصراحه اكو سلسله هوايه همين راح تكون للمطاعم هنا بستوكهولم، وراح نجرب مطاعم شويه همين غريبه. بس اليوم خليني استمتع بالاكل العراقي، خصوصا الكباب والباكه. يعني الكباب مو كل واحد يقدر يسويه بهاي الطريقه، وعندك الباكه همين نفس الشيء، تكون خاليه من الزفر وتكون طعمها طيب، يعني صعب تلقاها عند كل الناس. يطلع بخير 50 ساعه وهيك بهالهشاشه اللحم هاي يتفركر. عاشت ايديهم والله. تخيلوا هذا اللي قدرت اكمله من الباكه. طبعا بنهايه الفيديو احب اعتذر من كل شخص شاف هذا الفيديو هو جوعان، لان اعرف هذا تعذيب نفسي، ان واحد يشوف هيك شيء مرتب من الاكل ويكون هو جوعان. الان المطعم انصح به بشده، صراحه الاكل مالتهم كلش طيب. جاي يعني قبل مجرب اكثر من اكله، خصوصا القوزي عندهم مو طبيعي لا يعلى عليه. واليوم جربت الكباب الباكه العراقيه الاصيله. الباكه راح يبدون يسووها كل جمعه سبت احد يعني بالعطل، وعندك الكباب دائما موجود. وبصراحه لما تجي تاكل هنا لازم تكون جوعان 100%، لانه يسوون اكل كلش هواي، فحرامات ينذب بالاكل. تحياتي لكم وان شاء الله اشوفكم فيديو ثاني، مع السلامه.